أريد أن تفكر بوضعية جسدك وأنت تشاهد هذا الآن. فكر بوضعية جلوسك. قد تكون متكئا على طاولة أو شبه مستلق على الكرسي، فإذا كنت منشغلا بهاتفك مثلا وتجلس هكذا وذراعاك هكذا ورقبتك منحنية، ولكن ما تأثير هذا على جسدك؟ ما الذي يسبب ما يسمى رقبة المراسلة؟ بعض الأطباء عزوا سبب الألم في الرقبة والكتف برقبة المراسلة، فعندما يكون الرأس في وضعية معتدلة فهذا يعني أن الأذنين في صف مستقيم مع الكتف. ويزن رأس الإنسان المتوسط حوالي 5 كيلوغرامات. عندما تحرك رأسك إلى الأمام بضع سنتيمترات تضع مزيدا من الضغط على الرقبة، وهذا ما يسبب معظم الألم في الرقبة والظهر. النظر إلى الهاتف هذا يسبب المشاكل الجسدية، فمع الوقت ستتغير وضعية الرقبة الطبيعية، والذي قد يضغط على فقرات الظهر والأعصاب ويسبب الألم. جرب هذا معي. خذ نفسا وأنت منحنيا هكذا، والآن اجلس بوضعية مستقيمة وخذ نفسا عميقا. قدرة الجهاز التنفسي قد تنخفض 30% وفقا لوضعية الجسد. بعض الناس يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، فالضغط على المعدة والأمعاء قد يزيد جراء الجلوس هكذا. وأحد المخاوف من عدم التنفس بشكل جيد هو عدم وصول الأكسجين لجميع أنحاء الجسد. فأهم رسالة يمكنني إرسالها الآن هي الاهتمام بوضعية جيدة عند القيام بأبسط الحركات، كإبقاء قدميك على الأرض بشكل مستقيم. حاول إبقاء رأسك في وضعية جيدة حيث تصطف الأذنان مع الكتف. وإذا كنت من الأشخاص الذين يتكلمون على الهاتف كثيرا ففكر في استخدام السماعات. كما أن هناك تطبيقا على هواتف الأندرويد يسمى تكست نيك إنديكيتر، ويعطيك ضوءا أخضر عندما تكون في وضعية جيدة، وضوء أحمر إذا كان الضغط على الرقبة كبيرا. ولكن هناك حل آخر. ضع جهازك جانبا وقم بالمشي ل20 دقيقة لتتحرك مفاصلك. Get rid of any of the aches and pains in your neck and get up and just go for a walk.